بعد 20 فبراير حصل تجاوب أم يحصل؟ حصل تجاوب أولي، وهذا التجاوب هو الذي أعطانا واحد الهوامش اللي دخلناها في الدستور. لا زال الإخوة معنا هنا الإخوة في حزب اشتراك الموحد يعرفون أنه كانت الأحزاب الوطنية تقدم مذكرات أم لا، ولكن كان حتى لا يعبروا بها. ولدي معلومة لست أدري هل هي صحيحة أم لا، كان هنالك أحد الأحزاب السياسية الذي حاول أن يضع مذكرة لدى الجهات المختصة، رفضت حتى أن تستلم منه هذه المذكرة. للأسف الشديد بعد الحراك العشريني كان من بركاته أنه جبنا شي شوية ديال الهوامش، ولكن هما شافوا الرئيس صاحب المواجهة القضية راه زالت، القضية لم تنتهي، القصة لم تنتهي. الجيل الجديد اليوم كاين داخل الأمة راه خصهم يفهموا بأن خاص غنستعملوا المصطلحات في الانفورماتيك كنستعملوا جوج المصطلحات اللي كيديروا الانفورماتيك كيما كنديروا ريباري ولا كنديروا فورماتي. كنديروا ريباري ما كاينش مشكل بسيط، المخزن خصو يتفورماطا ما بقاش ريباري، خصنا نفورماطيو. المشكل ديالنا هو هذا، اننا امام المخزن صحابي واش قادر غير ريباري شويه ديال الرتوشات من هنا ومن هنا ومن هنا، القصه لا تنتهي. ولذلك علاش حنا مرتاحين؟ حنا مستعدين لكل الخيارات الحمد لله، حنا مقتنعون ببلادنا وبمغربنا بجبال الأطلس بكلها، بجبال الريف، بكل مواطن مغربي، بكل حبة تراب في هذا الوطن. وسنناضل بالصحراء وسنناضل من أجل أن تستمر الدولة المغربية دولة قوية أمينة، رمز من رموز هذه الأمة العظيمة. ولذلك مرتاحين احنا الحمد لله. بغاونا نخدموا احنا مستعدين وجاهزين باش نخدموا، ما بغاوناش نخدموا بهذه الخدمة أحب من أحب وكره من كره. وكما قلت في واحد الندوة واحد المناضل يساري كانوا لقاوني جنسية قالوا لي أنت برازيلي، أتعرفوا صفاتي، قالوا لي أنت برازيلي ومسكين ما فهمتي. فلذلك نحن نقول اليوم إذا لقاونا شي جنسية ربما يعني كندية ولا فليعلنوها. أما اليوم نحن نقول سنظل متمسكين بمواطنتنا المغربية ولن نتنازل قيد ماشي أنميلة فيلسوف راك يعرف قيد أنميلة عن مواطنتنا، وسندافع عن حقنا في التعبير والتنظيم. احنا ما كنطلبوا من حد أحد، الوطن شراكة، الانتماء إلى الوطن شراكة. ما يمكنناش حنا نقولوا اليوم انه يعني هم يحددون قواعد اللعبه في هذا البلد بالطريقه التي يريدون، يعطون لمن يشاءون. ولا كاين احزاب تشكلات ما كايناش، لاحظوا هذا ياك حزب الامه حنا قلال وضعاف ولا نمثلوا تهديدا امنيا ولا سياسيا ولا انتخابيا. حنا ما غنديروش شي واحد بلاصه في الانتخابات اسيدي، حنا ضعاف ودراوش والحيط الحيط. فهمتي؟ دبروا لنا على اخطر شبكه في تاريخ المغرب الحديث. النيابه العامه فاتت وحكمت لنا احتاج قال لهم نحن للاسف الشديد وكيل ممثل النيابه العامه قال لهم لو تركنا هؤلاء لا اصبح المغرب مثل الصومال او مثل شمال اليمن. وملي طلبنا من القاضي الحق في الرد لم يعطينا الحق في الرد. وحينما اردنا في الكلمه الاخيره ان ناخذ كلمه لا زال الاخوه يتذكرون منعونا من حقنا هذه الكلمه باش نردوا على هذا السفاه. لو كان قلنا غادي نديروا بحال الصومال غادي نديروا حنا بضعه اشخاص لا يعرفون بعضهم بعضا، 35 واحد هذه هي غنديروا الصومال وغنديروا شمال، وهذه 35 لا يعرفوا بعضهم بعضا وتجيو تقولوا لنا. فلذلك دبروا هذه المكائد لم ينالوا من عزيمتنا. علاش؟ لأن الذي يحب بلده وشعبه بجبالها الراسخة بوديانها يعطي بلا شكوى وبلا انقطاع. ولهذا سنستمر في النضال من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا البلد ومن أجل كل هؤلاء شرفاء هذا الوطن، لأنه ليس لدينا من خيار. أنا لن أطيل عليكم، سأختم بكلمة. كان السي عبد الكريم الخطابي رحمة الله عليه من شرفاء هذا الوطن يرفض الاستسلام، وكان عمر المختار في ليبيا يرفض الاستسلام، وكان يقول نحن قوم لا نستسلم، ننتصر أو نموت. نحن قوم لا نستسلم، ننتزع حقنا في التعبير والتنظيم
أو ننتزع حقنا في التعبير والتنظيم. ما عندناش خيار آخر إلا أن ننتزع حقنا في التعبير والتنظيم. وشكرا لكم.